شيمع. ألا لعنة الله عليك يا حسن بن شيمع، ألا لعنة الله عليك يا حسن بن شيمع. جلالة الملك ما قصر عليهم، طلعهم، طعنا صراحة، أقول لكم بكل صراحة، طعنا في قلبنا لما طلع 25 سبالة من السجن. أحد يحط مجلد عليه وزير اسكان على انتظر يا محرك بين كل بيت وبيت ماته. راحوا عطوا الوفاق بعض البيوت الاسكان، عطوهم من تحت عشان يكسبوا ولاهم. يا ابو حسن بن شيمع والمجرمين 25 واحد ادوهم عشان يكسبوا ولاهم. وزارة التربية ايش سوت؟ وظفت يا اخواني كثير من الشيعة عشان يسكتونهم، سكتوا، الحين جزاهم يا اخواني. نقول حق حسن بن شيمع، ونقول حق عيسى قاسم، ونقول حق كل المجرمين منهم حتى اي واحد كان ومنهم علي سلمان، نقول انتوا ارحلوا ويبقون نار خليفه. وان كنت انا متاكد ان تحت المآتم مخازن الاسلحه من حزب اللات والعزى. ونقول الشهداء كلام فاضي. الشهيد يا اخواني اللي يموت على ارض الوطن ويحب الوطن، اللي بينفعونك يا جلالة الملك واهل السنه والجماعه في البحرين. الحين يا اخواني واجبكم كلكم، لجان شعبيه واللي عنده حق الكاراتيه ما كاراتيه يستعد. صراحة يا اخواني اللي ما عنده شيء في سيارته خلي شيء في سيارته، احمل شيء سيارتك. لا دواوي ما ندري صراحة شو تعاملهم مع الثلة وحثالة مجتمعين في الدوار. ترى يا اخواني يوميا يطلعون 5 6 مسيرات، ولا حد قال احنا تعبنا، ولا حد ايسنا، ما حد قال سمعا وطاعة. مو سيدي، لا سمعا وطاعة حق اهل العمايم. تكبر تعاطفا على الاجمع، ومسك الورقه الطائفيه تحاول ان تستخدم في هذا البلد من اجل اسقاط حكومه السنه ومن اجل اسقاط حكومه الشيعه. لذا اقول هذه الكلمات مختصره ايها الاعزاء. هذا الوطن وطن البحرين ليس وطنا للشيعه. هذا الوطن وطن البحرين ليس وطنا للشيعة وحدهم. هذا الوطن وطن البحرين ليس وطنا للشيعة وحدهم، فهو وطن السنة والشيعة. وطن السنة والشيعة على قدر المساواة، لا فضل لأحد منهم على الآخر، بل يتساوون في دينهم ومذاهبهم ومواطنيتهم، يحترم بعضهم بعض، يحب بعضهم بعض، يمنون بعضهم عن بعض. أيها الأعزاء، أن كل فرد ومنزل وأسرة سنية هي أمانة في أعناقنا نحن الشيعة، أمانة في أعناقنا نحن الشيعة. وأن كل فرد ومنزل وأسرة شيعية هي أمانة في عنق أخي السني. كل فرد سني في هذا البلد هذه الهدية الشخصية ودعوه أمين ونحن أن يكون التعدي على حرية أي فرد في هذا البلد من المواطنين أو من المسلمين، وأي اعتداء أو تعدي هو اعتداء علي أنا شخصيا.